انا شخصيا في الغرف المغلقه. انا شخصيا حزين على كابتن حسن شحاته، يعني انا من محبين جدا جدا لكابتن حسن شحاته وبصراحه يعني واحد كسب 3 بطولات قاريه، طبعا هي مش نهايه المطاف نخسر عادي جدا، يعني المفروض الناس تفهم الكلام ده، يعني المفروض الناس تفهم الكلام ده، يعني بس ده في الاخر مشجع كوره اللي قاعد في الملعب لا يهمه حسن شحاته ولا يهمه حفظ الالقاب طبعا، ولا يهمه مانو الجوزيه ولا خالد ولا فلان ولا علان، هو يهمه انه يكسب 3 بونت، مين بيسين بيصاد بعين مش مشكله عند مشجع كوره. انما للامانه الشديده كابتن حسن شحاته راجل حقق 3 بطولات قاريه، وعندنا هنا الناس ما كسبوش كاس السلطانيه، تقعد معاه كأنه السير اليكس فيرجسون تتكلم معاه. كابتن حسن شحاته لما تيجي تتكلم معاه فعلا راجل دمث الخلق، متواضع جدا، راجل فعلا عمل انجاز كبير وتاريخي لمصر ولنفسه. ده اللي ممكن اقول لك عمل انجاز تاريخي لنفسه ولمصر. طبعا بيطلعوا بعض المدربين الاخرين، انا اسف يعني، اللي بيتكلموا عن كره القدم وفي الاخر هم حتى ما اي مدير فني في العالم يخسر. وارد يا كابتن. بص يخسر، يعني عارف الكابتن ب3 ولا 4 كمان يعني. كابتن عارف الكابتن حسن شحاته، يعني هقول لك لو بيدرب انبي او بيدرب فرقه من الفرق اللي هي ما عندهاش جمهور كبير، اقول لك كان ممكن يعمل حاجه كبيره جدا لانه مش معلوش ضغوط. انما المدربين الاخرين اللي ممكن يجي يدربوا نادي الزمالك ويتحطوا في نفس المكان وفي نفس المقياس وبنفس الضغط هيتمشوا بعد 2 3 بعد 4 5 ايام. يعني صحيح. انت بقول لك انا بكلمك على امكانيات وقدرات رجل، هذا الرجل فعلا عمل انجاز لمصر يا كابتن تامر، وعمل انجاز لنفسه شخصي ب3 بطولات قاريه ما حصلتش على تاريخ العالم. وللاسف يعني انا بشوف ناس هنا فعلا كاس السلطانيه وتيجي تتكلم معاه تحس ان هو يعني هريره كوره. غير الامكانيات كمان يا كابتن زيزو وكابتن خالد، الخلق كابتن حسن انا بقول لك متواضع جدا ولا خلاف على هذا الموضوع. ده بالعكس، ده هو يمكن موافقته على تدريب نادي الزمالك يمكن مش فنيه اكتر منها ناحيه سلوكيه، ان هو بيعمل نوع من انواع الانتماء للحته اللي بيحبها يعني. ونغمه صعبه جدا يا كابتن تامر والله، بتحسها حتى يعني في المدربين. انت عارف يعني معظم المدربين اللي هم الاخوه الافاضل اللي بيدربوا تحس تلاقيهم كده عندهم حته مرض الغرور، ان هو مدرب ومعاه. انا لو يعني على فكره انا محضر سي في لكل مدربين مصر مشاهدينا الكرام قريب، وانت كمان يا كابتن فاهم، عشان كابتن الفرقه كابتن عشان انا بعد اصل خد بالك بص كابتن الفرقه. انت عارف في نغمه كابتن تامر بتتقال، انا اسف انا هنطلع فاصل ولا حاجه؟ بس قولها قبل ما نروح الفاصل عشان في نغمه كابتن في مصر هنا، يعني انا ما سمعتش في مره لوثر ماتيوس مثلا بتاع المانيا طلع يقول لك انا خدمت مصر. يا سيدي انت خدمت بس خدت مقابل. طبعا عندنا نغمه في مصر هنا سيده كابتن زيزو ان كل واحد لاعب سنه وسنتين و10 سنين وبتاع خدم مصر. طب انت خدمت مصر بس خدت مقابل. يبقى الراجل اللي هو عمال النظافه اللي موجودين في الشارع دول